سي يوسف، سيموني. سعداء بالتواجد ديالك معنا. الله يحفظك ويجيك. شنو سبب التواجد ديالك؟ وبطبيعه الحال اي حاجه فيها الحي محمدي خصني نكون حاضر، حيت انا ولد الحي محمدي. مهرجان الحي محمدي غادي يكون ان شاء الله في نسخه جيده، والصدى ديالو وصل المغرب كامل الحمد لله، والحمد لله راه نجح لحقاش سوف انه كل شيء كيدوي عليه. اذا هذا دليل على النجاح ديالو، والحمد لله. هذه بادره طيبه ان ولاد الحي محمدي يديروا شي حاجه اللي في الحي محمدي، ولا اللي حشمنا حنا كاملين ولاد الحي محمدي. باغي ننجحوها حيتاش اول شيء الحي محمدي، بغض النظر على الماديات باش نكونوا صريحين. تولد الحي محمدي يقول لك حشومه ما عندكمش مهرجان في الحي محمدي، ونحن السباقون الى الغناء والى الهزل والى الضحك والى الفكاهه، ونحن السباقون، نحن العاجليون والفلانيون والبطمويون والدهراويون والفهيديون. الحي محمدي الحمد لله معروف بالفكاهه، من العيب والعار من العيب والعار اننا ما نكونوش ما يكونش عندنا مهرجان ديال الضحك في الحي محمدي. انا اليوم ما كنتش طرابي، انا غنيت دابا، غنيت اغنيه اللي هي زرتون فعلتني الزياره، وغنيت خليلي ديال المشاهب، لقات واحد الصدى كبير كبير بزاف، لدرجه انه فينا رشيد باطمه طلع معايا وتا هو غنى الصينيه حتى هو، كان داك الشيء هائل هائل هائل. وانا شيء زادني ويزيدني وسيزيدني شرف اني نكون في حي محمدي ولد حي محمدي. قريبا ان شاء الله، لما لا، تقدر السنه المقبله ان شاء الله او الدوره الجايه الميزانيه المقبله غادي يكون فيها ان شاء الله مهرجان ديال الطرابي الحي محمدي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي يوسف بالتواجد ديالك معنا. هلا اختك سي منير الغزالي، دائما ان شاء الله كنشوفوك معنا الحمد لله في اي حاجه فيها الحي محمدي، والا كنلقاو الصفحه ديال ولاد الحي المحمدي اللي هي كتشرف عليها انت يا سي منير، كتكون دائما متواجده. والف الف شكر لك والناس اللي بحالك انت عندهم غير على الحي محمدي.